السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله باش نحضروا الدجاج مخضر بالبصله بلديه ستيتوا والزبيب. بالنسبه للمكونات، هنا عندنا الدجاج وعندنا البصله مشلضه باش نقليو بها الدجاج، المعدنوس، وحنا التوابل تعرفوا عليها بالتفصيل مع الطريقه. وكان نحتاجو كميه من الزبيب وكميه من البصله ستيتوا. بالنسبه للدجاج، حنا يعني الدجاج نجيبوه في نهار قبل ما نطيبوه، يعني هذا يعني جبناه البارح، كنغسلوه نعدلوه في الماء والملح والخل ونرقدوه، ومن بعد كنغسلوه ونعملوه يقطر ونعملوه في الثلاجه لغدا عاد كنطيبوه، باش الدجاج كيجي فتي، ما كيجيش معزب في الطياب. بسم الله، كنبداو كنعملو اللحم في الطنجره. كنزيدو عليه بصله مشلضه، المعدنوس، وكاس صغير د الزيت. ملاح وملعقه صغيره د الابزار، ملعقه صغيره د الخرقوم، ملعقه صغيره د السكنجبل. كنعملو كاس د الماء صغير باش كنقليو فيه، لان الزيت بلدي مخصوش يتحرق. كنحركو داك الدجاج مزيان مع داك التوابل كاملين، مع داك العطريه. وحنا هنا زيدنا ملعقه صغيره د السمن. السمن اختياري، اللي بغى يزيدها يزيدها، اللي ما بغاش ما يزيدهاش. كنخلطوهم مزيان وكنشعلوا الطنجره يتقلاو على بوطه ناقصه مهيله مره، وخليوهم يتقلاو على خاطرهم، هما كيتقلاو هما كيطيبوا. هانتوما مني كازت 4 ساعات تقريبا هما كيتقلاو، يعني هما كيطيبوا واخا ما تمرقهمشي، هما كيطلقوا المرق ديالهم، كتجبرهم تقريبا طابوا. كنزيدو عليهم داك البصله ستيتوا، كنزيدو عليهم الزبيب، وعاود كنشدو عليهم تقريبا 4 ساعات اخرى. طبعا كمية الزبيب والبصل على حسب الرغبة ديالكم.
كنشوفوا ولا كان باقي فيهم المرق، يعني بلا ما نزيدو، بلا كانوا ما باقي شي مره نزيدو عشويه، لان البصل هو بيدو كيزيد يطلق الماء. هانتوما كتشوفوا كيفاش طاب وطلاق هو بيدو زاد طلاق الماء، يعني ما مرقنا ما والو. الشكل ديالو كيفاش كيجي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ونشكركم على المشاركه ديالكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.